دكتور أحمد، حضرتك ألفت كتاب كامل اسمه شفرة الألم عن ألم الظهر. ليه كتاب كامل عن ألم الظهر؟ هو مين فينا ظهره ما بيوجعوش؟ يعني مين فينا ظهره؟ أنا بصراحة ظهري بيوجعني. مين فينا ظهره ما جاش فترة بيوجعه؟ خلي بالك إن معظمنا اشتكى من ألم الظهر لفترة معينة، ولكن نسبة كبيرة جدا تصل ل 18%، نسبة كبيرة جدا ممكن بيعاني من ألم الظهر المزمن. المشكلة في ألم الظهر اللي هي التشخيص، تمام؟ حتى أنا الكتاب اسمه قصص الشفاء من متاهة ألم الظهر. المشكلة الألم الظهر في التشخيص، لأن البين جنريتور أو مصادر الألم في الظهر دي كتيرة جدا. إحنا عندنا ظهرنا ده في عضلات، العضلات دي ممكن تكون مصدر لألم الظهر. في عندنا أربطة ممكن تكون مصدر ألم، في عندنا تضاريف، في مفاصل اللي هي المفاصل الجرفقرية اللي ما بين الفقرات وبعضها، في عندنا المفصل العجزي الحركفي، في عندنا كمان الغضروف نفسه بيبقى مصدر للألم، فممكن يكون بسبب انضغاط أعصاب، فأسباب كتير جدا لألم الظهر. هي الشكوى واحدة ولكن التشخيصات مختلفة. وأنا هنا في الكتاب بشرح قصص حقيقية لناس تاهت متاهات كتير جدا، وياخد علاجات وما يتحسنش، ويعمل كمان عملية ويفضل نفس الألم عنده وما يتحسنش. وده كله بسبب حاجة واحدة بس، إن إحنا ما شخصناش صح. إحنا بصينا على الأشعة بس. المريض بيجي بالأشعة نلاقي فيها غضروف، نقول له أنت عندك انزلاق غضروفي، ونبدأ نمشي في سكة الانزلاق الغضروفي، وإن دوت سبب الظهر. مع إن الانزلاق الغضروفي في الأغلب هو بيعمل وجع في الرجل مش في الظهر. لكن احنا ما شفناش ايه البين جنريتور. ياما مرضى جايين ومركبين شرايح ومسامير، ويطلع في الاخر مثلا عنده التهاب في المفصل العجزي الحركفي، او التهاب في المفصل الوجهي، او التهاب تحت في المفصل اللي هو الهيب جوينت. فطبعا اهم حاجه بالنسبه لنا هو التشخيص الصحيح. التشخيص الصحيح عشان نوصل لتشخيص سليم في الظهر بنمر بمراحل كتير. يعني اول حاجه لازم الهيستوري، وصف الألم نفسه. كل كلمة المريض بيقولها دي بتودي الدكتور يمين أو شمال. الألم نفسه، أعرف نوع الألم، هل هو ألم عصبي؟ هل هو ألم جسدي؟ المريض بيحس بشكشكة، بحرقان، بتنميل، ولا بيحس بوجع؟ والألم ده بيجيله إمتى؟ ده سؤال مهم. هل هو بيجيله الصبح ولا بيجيله بالليل؟ طب إيه اللي بيزود الألم ده؟ هل بيزوده حركة معينة ولا هو الألم مستمر مع طول اليوم؟ الألم بيجي لما بيشيل حاجة، لما بيميل ظهره لورا، لما بيميل ظهره لقدام. كل تفصيلة من التفاصيل دي مهمة. بعد ما أنا أسمع المريض، أسمع حكايته كاملة، ببدأ أطلعه على السرير، أعمل إكزامينيشن أو فحص. في عندنا مجموعة من الاختبارات ببدأ أعملها، حركات معينة، أرفع رجله مثلا، أدوس على مناطق معينة. كل اختبار من دول بيوجهك برضو ناحية تشخيص. خلي بالك أنا ده كله ما بصيتش على أشعة لحد دلوقتي، ما بصيتش على أشعة. كل دوسة انت بتدوسها بتمشيك في اتجاه معين، تعرفك ان الوجع ممكن يكون من هنا او من هنا. يعني مثلا انا لو ظهر العيان وبدات ادوس على اللي هي السباينس بورسيس او العظم اللي احنا بنحسه على الظهر، ده يوجهني اكتر ان الالم ممكن يكون من الغضروف. طب لو جيت 4 سم جنبيها شويه ودوست، ده ممكن يكون الالم من اللي هو المفصل الوجهي او الفاسيت جوينت. طب لا، ده نزلت تحت شويه في اخر الفقرات ودوست، ممكن الالم يكون المفصل العجزي الحركفي. طب الألم بيجي مع لفة معينة، بيجي مع تانية معينة. في أصلا أمراض بتتشخص بالاختبارات دي. إن هو في من المفصل العجزي الحركفي ليه 5 تيست أو 5 اختبارات، لو أنا 3 منهم بوزيتيف أنا ممكن أشخصه. بعد كده بنيجي للمرحلة التانية أو اللي بعد كده، اللي هي بنبدأ نطلب من المريض إشعة عادية عشان أشوف العظم، أشوف في تزحزح في الفقرات، أشوف في خشونة، أشوف في كسر، في شرخ. او بعد كده اشعه الرنين المغناطيسي اللي بتبين لي حاله الغضروف، تبين لي حاله الاربطه، تبين لي القناه العصبيه ضيقه ولا مش ضيقه، بتدي تفسير كبير. نيجي لاعلى مراحل التشخيص اللي احنا بنسميه حاجه اسمها الحقن التشخيصي. انا بعد ما باخد القصه كامله وفحص كامل وتحاليل واشعات وكل حاجه، اللي بياكد لي بقى التشخيص حاجه اسمها حقن تشخيصي. انا باجي بالسونار على المريض، مثلا لو عنده التهاب في المفصل العجزي الحركفي، ابدا ابص على مفصل العجزي الحركفي نفسه بالسونار واجيب مكانه. احيانا بيبقى باين حاجات سودة كده باينه في السونار اللي هي بتدل ان في التهاب في مفصل العجزي الحركفي. وبعد كده ابدا ادخل بابره تحت توجيه السونار. ربنا شايف الابره داخله ازاي،
داخله بحيث ان انا لا اعور عصب ولا اعور وريد ولا اعور شريان ولا اعور وتر. وادخل في المفصل وابدا احقن المريض مخدر موضعي قصير المفعول. يعني المخدر ده بيقعد نص ساعه، اول المريض يستريح بره شويه وتعالى لي تاني، يجي يقول لي انا الالم اللي عندي راح كده. انا خلاص انا 100% انت الالم اللي عندك ده لا من الغضروف ولا من عرق النسا ولا من المفصل الجار الفقري، وعضلاتك سليمه واوتارك سليمه، انت عندك مشكله في المفصل العاجز الحركوفي. طيب خلاص احنا كده عرفنا المشكله. نبدا بقى ان احنا نتعامل بالحل. نعمل حاجه اسمها تردد حراري. التردد الحراري ده بيتعمل على الاعصاب المغذيه للمفصل الجار الفقري، تريح المريض فتره طويله جدا، ما يحتاجش ان هو ياخد مسكنات، ما يحتاجش يروح في دوامه العلاج الطبيعي، ويقدر يمارس حياته طبيعي بعدها، ويخرج بعد العمليه دي بساعتين بس. يبقى احنا وصلنا تشخيص سليم، المريض اتعالج، حياته اتحسنت، قدر ان هو يخرج. وفي الكتاب انا بحكي 20 قصه من المتاهات دي. احنا على طول بنتعامل مع المريض كرقم او كاسم، لا، انا في الكتاب المريض ليه اسم، اسمه ايه، كان شغال ايه، شخصيته ايه، حياته، علاقته باسرته، كل حاجه، الجوانب النفسيه والجوانب الاجتماعيه بتاعه المريض، وازاي حصل له بدايه المرض، حصلت معاه ازاي، يعني الستارت بوينت كان ايه، كان شايل حاجه تقيله ولا كانت حادثه ولا كان في تمرين ولا الموضوع حصل تدريجي ولا حصل ازاي، الحكايه كامله. لدرجه ان انا لما بسيب الكتاب بره المرضى بتقراه بيجي يدخل يقول لي يا دكتور انا حالتي زي نادي، حالتي زي سهى، حالتي زي الحاجه فايزه، حالتي زي كذا، وقول لي. طبعا احنا مغيرين الاسماء عشان برضه تبقى الناس عارفه، لكن هي القصه حقيقيه بالكامل يعني.